ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني. هنعمل النهارده حاجه في منتهى اللذاذه: رموش الست او عيون الشهر، طريه ودايبه وعسوله كده زي اللي بنشتريها من بره ويمكن احسن كمان. لان معظم الناس كده بتشتكي انه لما بنيجي نعملها في البيت بتبقى ناشفه كده ومش طريه ومش بتدوب في البق كده زي اللي احنا بنشتريها من بره. لا، النهارده هنعملها بطريقه سهله قوي، ولو انتم مبتدئين هتنجح معاكم من اول مره. لو اول مره تشوفوني انا مي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. يلا نبتدي. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا وموجودة ان شاء الله عندنا في كل بيت. هنحتاج اول حاجة نص كوباية سكر خشن كده، ده بقى البطل بتاعنا بقى، ده اللي هيدي طعم حلو كده مميز مش موجود في اي رموش عملناها قبل كده. شوية كده وهتفهموا. وكمان هحتاج بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. انا خدت بيضة كاملة وبياض بيضة وركنت صفار كده على جنب عشان الدهان بو الوش الرموش كده او العيون بتاعتنا. بس اهم حاجة نغطي الصفارة كده عشان ما تكونش قشرة كده وانتوا فاهميني. وهنحتاج كمان نص كوباية سميد بسبوسة. بس مش بنضيف له اي اضافات، احنا هنضيف له بقى البيكنج باودر، نص كوباية نص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح كده. ليه حطيت البيكنج باودر على السميد؟ لانه دقيق عن دقيق بيبقى يختلف، فممكن ما نحتاجش كمية الدقيق بتاعتنا كلها. قلبه تقليبة كده وبعدين نركنه كده على جنب. وهنحتاج بقى نص كوباية سمنة ونص كوباية زبدة، يعني مجموعة كده كوباية سمنة على زبدة. وبقى ده السمنة والزبدة ده لما بنستعملهم نوعيات كويسة، ده بيفرق جدا جدا في طعم الرموش او اي حلويات شرقية. لما بنستعمل حاجات كويسة ونوعيات كويسة بتبقى حلوة. وهنحتاج كمان كوبايتين زائد معلقتين دقيق كبيرة كده من بتاعة الأكل، وأكيد الفانيليا عشان ريحة الزفارة. أول حاجة أجيب طاسة كده بتاعتي وأسخنها كويس، وبعدين أكرمل بقى السكر. كرملة السكر دي بتدي لون حلو قوي للرموش كده وبتدي طعم مميز كده. بسيبه بقى على درجة حرارة متوسطة، وأول ما يبدأ إن هو يسيح كده من الجوانب أقلب تقليبة بس عشان لو في أي سكر مدبش يدوب بسهولة. وناخد بالنا كويس جدا لأنه بين الكراميل وحرق الكراميل ثواني صغنونة قوي. اخد بالي كويس جدا، تمام. واكون مجهزة بقى جنبي 3 معالق من المية. واول ما يوصل للدرجة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، ابدأ ان انا انزل معلقة بمعلقة واقلب عشان يكون معانا صوص، ونبدأ ان احنا نعجن بالعجينة بتاعتنا. اخلص بقى كمية المية بتاعتي كلها، واول ما يكون معايا صوص كده اقوم قافلة النار على طول، وانزل عليهم الزبدة والسمنة بتاعتنا ساقعة من التلاجة. يعني لو احنا وزناها كده ودرجة حرارة المطبخ، لا ندخلها التلاجة شوية عشان تمسك شوية. لما تكون ساقعة من التلاجة بتنزل درجة حرارة الكراميل وتخليه بقى يعني بدرجة حرارة المطبخ كده. اول ما انزلهم ساقعين هتنزل درجة حرارة الكراميل وتسيح معايا بسهولة جدا. وبعدين بقى نبدأ ان احنا نعمل العجينة بتاعتنا. اجيب بقى الكراميل بتاع الصوص كده وانزل، وابدأ ان انا اقلب تقليبة كده عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها، يعني الكراميل ما يبقاش تحت والسمنة فوق فاصلة كده، لا عايزين كلته يبقى يعني ممتزج كده. وده ان انا اختبر بقى درجة حرارة الكراميل او الصوص بتاعنا. احط صبعي بس واعد كده 10 واحد اتنين تلاتة كده. خلاص ما اتلسعتش يبقى احنا كده ماشيين تمام. ابدا انزل عليهم بقى السميد بتاعنا واقلب تقليبه كده بالمضرب، وبعدين بقى نركن المضرب على جنب ونجيب الاسباتولا. نزل بقى كمية الدقيق بتاعتي مش كلها مرة واحدة زي ما قلنا عشان دقيق عن دقيق بيختلف، واقلب تقليبة وبعدين ننزل البيض بقى والفانيليا ونلم بقى. احنا مش بنعجن، احنا بس بنقلب عشان لما بنقلب كده يعني لما بنعجن قوي بما انه في سميد فمش عايزين نكون جلوتين وتعمل حرق كده للعجينة. احنا عايزينها تبقى عجينة طرية وملمومة عشان ما تنشفش معانا بعد ما نخبزها كده، والرموش بتاعتنا ما تبقاش طرية وناعمة كده زي اللي احنا بنشتريها من بره. ببدأ ان انا انزل الفانيليا واقلب تقليبة واشوف بقى العجينة بتاعتي. احط شوية بشوية بشوية كده من الدقيق، واشوف العجينة بتاعتي عاملة ازاي. ما نحطش كتير لانه لما بتقعد شوية العجينة بما ان فيها سميد فبتشرب السمنة او السوائل بتاعتها، فما نحطش كتير. يا دوبك عجينة ملمومة كده زي ما انتوا شايفين.
كده خلاص بقت عجينة ملمومة معايا. انا بقلب بالراحة مش بقلب بسرعة، بس هو انا مسرعة الفيديو فتحسوا ان انا بقلب بسرعة. اول ما الاقي العجينة معايا مش مشققة وحلوة كده، خلاص كده تمام. انتوا هتلاقوها ان هي فاصلة شوية وعاملة طبقة على ايديا كده من السمنة. لا، هي عشان لسه كانت العجينة دافية ولسه ما شربتش السوائل بتاعتها، يعني السميد لسه ما امتصش كمية السوائل. فأول واحدة شكلتها ولقيت إن في طبقة كده من السمنة على إيديا، فهي كانت لسه أصلا العجينة لسه دافية. فركنتها على شوية، يعني ركنتها على جنب شوية. وخلاص أول ما شربت كده تحسوا إن يعني السميد انتفش كده ونفخ كده. فانتوا أول ما تخلصوا عجن كده اركنوها بس 3 دقايق بالظبط على ما تشرب السوائل بتاعتها والسميد ينتفخ كده. بعدين بقى حالا شوفوا، يعني شوفوا اتشكلت بكل سهولة عن أول مرة. أول مرة كانت عاملة طبقة كده من السمنة على ايديا، وكانت مش بتتشكل بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. انا سبتها 3 دقايق بالظبط. فانتوا لو سبتوها 3 دقايق ولقيتوا العجينة لسه طرية زيادة عن اللزوم، مش ماسكة نفسها كده، او عاملة طبقة من الزبدة على ايديكم، فزودوها كمان معلقة واحدة من الدقيق. انا ما احتاجتش تاني عن كمية الدقيق اللي انا حطيتها. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايات، عشان يعني اللي بيحب الجرامات قوي يعني. تشكل بقى معايا بكل سهولة. بجيب كورة صغنونة كده وابدأ ان انا اعملها شبه صباع كفتة كده، بس صباع كفتة صغنون ما تكبروش قوي، عشان إيه تعمل معانا كمية كبيرة. انتوا فاهميني؟ اول ما يعني اشكلها كده بصبع كفتة، ابدأ ان انا اضغط عليها ضغطة بصبعي كده، واجيب سحبة كده من فوق ومن تحت كده، تبقى بالشكل الحلو ده. باخلّص الكمية بتاعتي كلّها، وفي آخر صينية بقى باشتغل في آخر صينية، أبدأ إن أنا أشغّل الفرن أسخّنه على درجة حرارة 190. ليه بقى 190؟ لمّا تكون بما إنها هي حجمها صغير أوي، فمش محتاجة إن هي تقعد كمية كبيرة أوي في الفرن أو وقت كتير أوي في الفرن، فحلوة أوي على درجة حرارة 190 في الرف الوسطاني والنار شغّالة بس من تحت. أول ما خلاص باشكِّل كده، أجيب بقى الصفار البيضة بتاعتي وأحُط عليها رشة فانيليا، وأبدأ إن أنا أدهن رموش الست. ليه بنحُط صفار البيضة؟ لإنها بتخلّيها تاخد لون بسرعة، فما تحتاجش إن هي تاخد وقت كبير في الفرن وتنشف مننا في الفرن. فهي درجة حرارة 190 حلوة أوي، بما إن الحجم الرموش صغنون كده. فأنتم لو كبّرتوه شوية عن الحجم اللي أنا عاملاه، فدخّلوه على درجة حرارة 180 زي ما إحنا بنخبز الكيك كده. هي مش هتاخد وقت كبير أوي، حوالي ما حسبتهاش والله. أنا ما حسبتش درجة الحرارة، قصدي الوقت اللي هي قعدت فيه في الفرن. أنا أول ما خلاص لقيتها هي مش بتنفش، هي بس بتزيد عن الحجم اللي أنتم شايفينه ده، زيادة صغنونة. وهتلاقوا بقى الريحة قلب البيت وعاملة ريحة حلوة أوي في البيت. فبنعرف بقى إن هي استوت إزاي، بنلاقيها إن هي نفشت عن حجمها اللي إحنا مدخلينها كده الفرن، نفشت نفشة صغنونة، وبدأت إن هي تاخد لون محمر كده من تحت. ماشي. وبعدين أبدأ إن أنا أشغّل لها الشواية، مش عايزين نشغّل لها الشواية كتير يعني، يا دوبك هي بتاخد تحميرة بسيطة أوي. هي كده اللون المكرمل الحلو ده مش بتقعّدها كتير أوي في الفرن، عكس إن إحنا مش مكرملين السكر، فبتاخد وقت كبير شوية في الفرن عشان نحمّر الرموش كده. تمام. أول بقى ما أدخّلها الفرن أبدأ إن أنا أعمل الشربات اللي في منتهى السهولة. أنا هاحتاج كوبايتين سكر وكوبايتين مَيّة وعصرة ليمون صغنونة. ما نكترش الليمون قوي عشان ما يبقاش طعم الليمون باين كده في الشربات. احنا بنبقى محتاجين ان الشربات سخن، والرموش الرموش الست يعني، او عيون الشهد بقى بتاعتنا طالعه من الفرن، ده سخن وده سخن. وبنبدا لما بتكون الشربات سخن كده، لما بيكون الشربات سخن بتشرب بسهوله، وفي نفس الوقت بتبقى مديلها الطراوه دي. فاهميني؟ عكس ان احنا مثلا بنبقى عاملين الكنافه، بنبقى عايزين الشربات ساقع. ليه بقى؟ عشان تبقى مقرمشة كده، او اللي هو البلح الشام بيبقى مقرمش كده، او صوابع الزينب برضو بتبقى مقرمشة كده. لكن دي بقى بتبقى محتاجينها طرية كده وبتدوب في البق كده، نحط الواحدة في البق نلاقيها خلاص. اول ما يبدأ يغلي اسيبه 3 دقايق بالظبط. احنا مش عايزينه تقيل، احنا عايزينه خفيف. 3 دقايق بالظبط. بعدين ابدا ان انا اطفي خلاص بقى، يكون برضو رموش الست واخده بالي كويس جدا. وخلي بالي قوي بقى، يعني ما تنقلش من جنبها من المطبخ.
أول ما تطلع من الفرن أقوم ساقياها على طول الشربات. أسقي بقى الرموش بتاعتنا كلها، أمشي على كل واحدة كده واسقيها، وبعدين أبدأ إن أنا أغطيها يا بكيس بلاستيك يا بورقة فويل كده. أهم حاجة لازم نغطيها عشان تشرب كده الشربات وتفضل محافظة على طراوتها. احنا عايزينها طرية كده مش ناشفة. خلاص أركنها على جنب شوية. أنا حطيت كمية الشربات كلها. أول ما خلاص شربت من تحت كده الشربات، أبدأ إن أنا أقلبها على الوش كده، يعني أقلبها على وشها كده عشان تبقى شاربة من ناحيتين كده وتبقى طرية كده. هي مش مسكرة على فكرة، كمية السكر اللي احنا حاطينها مش مسكرة قوي. انا سبتها حوالي نص ساعة كده في الشربات كده في الصينية، لما خلاص شربت بقى اللي شربته، وبعدين الباقي رميته بقى ما عدتش محتاجاه. ببدأ ان انا ارصصها رصة حلوة كده، وارش عليها بقى شوية فستق كده، تبقى شكلها حلو وعسول كده وطرية ودايبة في البق كده وعسولة قوي. وحلوة بقى لو هديناها هدية لأي حد، بس مش هنلحق نديها هدية لأي حد يعني. هو خلاص كام واحدة كده لكل واحد من الجيران، خلاص الطبق بتاعنا خلاص. بجد شكلها حلو قوي وعسولة كده، محدش هيصدق كده ان احنا عاملينها في البيت كده يعني. مبين ان احنا خلاص بقينا جامدين قوي في الحلويات. شوف بقى نفتح واحدة كده وتشوفوها من جوه كده بتدوب بقى في الايد قبل ما تدوب في البق كده وتحسوها كده عسولة قوي. لا شوفوا بقى ما يعني من جوه عاملة ازاي كده. السميد باين ان هو شارب ومنفوش كده ومستوية لا حلوة يا جماعة من الاخر. لا رهيبة بجد. بس كده الفيديو بتاعنا خلاص، يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا. وباي باي.